بعده رئيس الحكومه عم بيقول ما حدا يزيد علينا بموضوع التدقيق الجنائي، سوف نستكمل التدقيق الجنائي. فانا بدي ذكره لرئيس الحكومه، هو صار عم يلعب بالاكسترا تايم في انتخابات نيابيه، هو رح يفل امتين بفكره هو يستكمل التدقيق الجنائي. الحكومه هيدا عمرها الافتراضي عم يخلص. التدقيق الجنائي بيعملوا بيخلصوا واحد بيكون فكره عن الارقام، بيحدد الارقام، بيقول قديش في فجوه، وبشوف شو الاليات حتى يسكر هيدي الفجوه وكيف بده يرد المصاري للمودعين. مش بقى نعمل التدقيق الجنائي من بعد ما نكون حطينا الاليه وعملنا الاجراءات. شو بيضمن لي انا انه الارقام رح تطابق بعضها ونقدر نوصل انه نعطي اللبنانيين اموالهم؟ فبالتالي لا، بدنا نذكره هون، لا نذكر الحكومه بشخص رئيسها انه هاي الحكومه بينتهي صلاحيتها مع انتهاء ولايه مجلس النواب، مش هلا بدهم يفكروا فيها هذا كان لازم من اول نهار التدقيق الجنائي وتنفيذا لالتزاماتهم بالبيان الوزاري انه يروحوا على التدقيق ويعطونا الارقام المضبوطه. بس هو ذكروها مره بالبيان الوزاري وما عاد حدا جاب سيره التدقيق. هلا انا عم بقول هلا انه ما حدا يزايد علينا. يعني بس قد ايه صار له تقريبا سنه غايب التدقيق الجنائي عن تصريحاته. في نقطتين هون. نقطه انه كان لازم تفوق عليها هيدي باول ولايتك مش باخر ولايتك، هيدي واحد، خاصه وانه في شركه نعيم المعارك الرئيس ميشيل عون حتى قدر جاب التدقيق الجنائي، انت بستفيد منه بالاول مش باخر ولايتك بتخبرني عنه. واحد، واثنين، تدقيق بيحصل وتحديد الارقام بيحصل قبل وضع الاجراءات. بقى الاجراءات توضع بناء على الارقام، بناء على الوضع. ما بدنا نعمل نحن واقع الحال نعرف شو هو.